هلا وشلونكم؟ وبلشت الشتوية وبلشت سالفة الطرش الأحمر اللي الكل تحبه ومتعودة عليه ويسووه باستمرار. الشلغم، الشوندر، القرنابيط، اللهانة، الجزر، كل هاي المواد تدخل بالطرش الأحمر. نغسلها ونقطعها قطع متساوية متوسطة الحجم. أي سطلة أو علبة نظيفة عندكم نخلي المواد كلها نصفها شي فوق شي. هالمرة حبيت أضيف فلفل حار وثوم عجم تنطي نكهة وريحة طيبة للطرشي، بس لا تكثرون الفلفل. هنا راح أذوب الملح، استخدمت ملح خشن، ضروري ملح خشن، كل كيلو استخدم له ملعقة أو 2 بالزايد، لا تكثرون ملح. وكل هاي الكمية أضيف عليها كوب خل أبيض واحد وأذوب الملح وأخليه على الطرشي. هنا ضروري نستخدم ثقل، استخدمت ثقالة الدولمة غلفتها حتى ما تكون بيها زفرة ودسم. شوفوا لازم المي يغطي، ما يبقى عندنا أي شي طايف، نغطيه ونتركه. هنا بعد مرور أسبوع فتحته، هذا هو الطرش، شلت الثقل. شوفوا ماكو أي عفن أو لون أبيض أو أي شي ثاني، ومستوي الطرشي وريحته طيبة، وما أحكي لكم طعمه خرافي. ضروري تجربوه بهاي الطريقة، والقرطة أهم شي إنه مستوي وطيب. علينا وعلى عيونكم بألف ألف عافية.